هو انت مصدق ان حكيمي اعتدى على البنت فعلا؟ أشرف حكيمي متهم في قضية اعتداء على بنت فرنسية واحتمال يتحبس 15 سنة، لكن السؤال هنا بقى، خدت بالك إن البنت قالت إن الكلام ده حصل سنة 2023، يعني من سنتين فاتوا؟ هل من الطبيعي يا معلم إن البنت تستنى سنتين وبعد كده تقدم بلاغ؟ ده طبعا إلا لو حكيمي رابطها في البيت ومش مخليها تطلع. القصة باختصار يا معلم إن حكيمي واحد من أفضل لاعبي العالم السنة دي، لا ومنافس قوي جدا على الكرة الذهبية كمان، يعني بالميت خالص كان ممكن ياخد المركز تاني على العالم، لكن طبعا إزاي ده يحصل وإحنا في أوروبا؟ ده لاعب عربي مسلم، احنا نلبسه قضيه اخلاقيه علشان يطلع بره الصوره ومحدش يختار. لا لا، برافو، خطه في منتهى الذكاء. الاهم من كل اللي بيحصل ده ان احنا كعرب نبقى عارفين ان هم بره بيحاولوا يشوهوا صوره العرب والمسلمين باي طريقه، وان اشرف حكيمي اشرف منهم كلهم، ومهما كان اللي هيحصل بالنسبه لنا اشرف حكيمي افضل لاعب في العالم السنه دي. دي كانت وجهه نظري والاكيده مليون في الميه. قول لنا في الكومنتات بقى، انت معايا ولا عندك راي تاني؟